السلام عليكم واهلا بكم. الف مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز بالسوبر المصري. مباراة ماراثونية، مباراة مثيرة جدا جدا، خصوصا في نهايتها. مباراة مختلفة متغيرة، حصل فيها يعني حاجات غريبة طبعا. دايما بنقول بالنسبة للتوقع ان صعب ومستحيل ان حد يتوقع لك المباراة باحداثها. هو ممكن يتوقع ان واحد يقول لك ضربات ترجيح، وحتى في ضربات الترجيح نسبة كبيرة جدا كانت هتكون لنادي الزمالك. لكن الكرة، جنون الكرة ومكانة كرة القدم في ان صعب ومستحيل حد يتوقع احداثها. اتكلم عن فوز للنادي الاهلي كان مهم جدا. النادي الاهلي ما يطلعش خسران، معاه مباراة قوية جدا يوم الثلاث مع فريق العين. عنده ارهاق، لعب 120 دقيقة، عنده اصابات، كان عايز معنويات. اي نعم المباراة هتبقى صعبة، النادي الاهلي خلصان، لكن المعنويات دي اعتقد تفرق بنسبة 50% للنادي الاهلي انه يستطيع انه يؤدي اداء قوي يليق بالنادي الاهلي. طيب المباراة مين الأفضل فيها؟ هي المباراة فيها تكافؤ كبير، خصوصا إنها كانت تكفل وتنهي مع نادي الزمالك بشكل أفضل. أول 34 35 دقيقة اكتساح تام للنادي الأهلي. نادي الزمالك في نص ملعبه، نادي الزمالك تايه جدا، الدنيا بايظة خالص في نادي الزمالك. نادي الأهلي أولا عامل تشكيل روعة. يعني أنا لما أحط طاهر بدل بيرسي وأحط كوكا في نص الملعب مع مروان عطية، ده النادي الأهلي. لو إن إمام عاشور في حالته مستوى كويس، كان سيء جدا على فكرة، كرات تشتيت يمين شمال فوق تحت، رغم إنه كرات سهلة في كذا كرة. وسوء مستوى حسين الشحات مع عدم فوقان وسام. لو اللعيبة دي في حالتها، لا كنت شفت حاجة تاني خالص غير اللي حصل. بتكلم عن الرعونة، أنا بتكلم عن انفرادات سهلة أمام المرمى. بتكلم عن الرعونة لحسين الشحات في دقيقة 7، دقيقة 15، دقيقة 20 في العارضة ليحيى عطية، ظهر بمستوى أفضل من المباراة اللي فاتت بكثير. أكيد يكفي إنه جاب ضربة الترجيح و كويس انه يلعب، وعنده الجسارة انه يلعب ضربة ترجيح، خصوصا بعد ما اضاع الكرة السابقة. نادي الزمالك نهى المباراة بشكل كويس، واعتقد الفريق فخور جدا بالتيم بتاعه. نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اعتقد كان مبسوط من اداء الفريق، خصوصا انه نهى بشكل كويس، وكان قريب جدا انه يحسم المباراة، خصوصا في الشوط الثاني كان في كرات. لو ان كونراد مشلك اللي ظهر بصراحة مستوى اقل من اللي كان متوقع ليه، لو ان كونراد مشلك لاعب، او كان لاعب جامد، لاعب قوي، لاعب كويس، كان فرق، كان الزمالك فاز. لكن حزن الزمالك كتير، اولا عشان الهزيمه، وهزيمه بنفس الشكل اللي هزم بها النادي الاهلي. وربما يكون المره دي بس ضربات الترجيح راح جات. يعني في البدايه كانت للنادي الاهلي مع ضياع المسلوسي ضربه الجزاء، وبعد كده راحت لنادي الزمالك، وبعد كده شيكابالا انقذ النادي الاهلي ورجع النادي الاهلي، وبعد كده شفنا يعني عمر جابر خلص تماما على نادي الزمالك الكرة في العارضة. نادي الزمالك معذور وأدى أداء عالي رغم المشاكل، رغم طبعا عارفين قصة احتجاز اللعيبة، ويكفي غياب واحد زي شلبي مؤثر جدا. الإصابة حرمت نادي الزمالك من دونجا، اللي لو موجود أعتقد برضو نادي الزمالك كان هيبقى أفضل بكثير يعني من هذا الوضع. لكن في النهاية النادي الأهلي يستحق أن يفوز، يعني حقيقة عطفا على أول 35 دقيقة. جوميز كويس، يحسب لي انه استدرك الخطأ وما خلاش الشوط الثاني يعني غير ذات غيره على طول، خصوصا انه كان واخد انذار. فشكل الزمالك تغير مع خروج زياد كمال، ومع نزول نصر ماهر من الناحية الشمال لنص الملعب. الزمالك بدأ يظهر بشكله الجيد. لكن في الشوط الأول الشوط الثاني زيزو صراحة مستواه سيء جدا جدا. تحسن مستواه في الوقت بدأ الإضافة، وبدأ يعني تظهر لياقته. اللاعب عنده لياقة عالية جدا، لكن إنهاءه للكور والهجمات برضو ضعيف، ومش على المستوى المطلوب. شفنا هدف لنادي الزمالك كان عكس سير اللقاء تماما.
ألغي طبعا تسلل. وأنا بتكلم وبقول برضو أمين عمر بصراحة، أنا اتكلمت وقلت إن أمين عمر يعني ينتمي للنادي الأهلي والزمالك، بس حقيقة أفضل مباراة لحكم مصري شفتها يعني في التاريخ بصراحة. مباراة بهذا الثقل وبهذه الأهمية وبهذا الضغط، مباراة ما كانش فيها مشكلة واحدة، مباراة عدت بسلام. لو إني حكم أجنبي أفضل حكم في العالم ما كانش هيعمل اكتر من اللي عمله بصراحة طاقم التحكيم كاملا يعني وبما فيهم امين عمر اللي ظهر بمستوى رائع، رغم انه معروف يعني اهلاويته تمام. الحكام كلهم هتلاقي اهلاويه وزملكاويه، لكن هو وخصوصا يعني في المباريات الكبيرة دي طبعا اكيد بأهم حاجة انه يظهر بالمستوى اللي يليق بحكم دولي كبير. نادي الزمالك اخطأ في التشكيل زي ما قلت لكم وزي ما انتم شفتوا، وتم تعديل التشكيل. مع تعديل التشكيل تغير اداء الزمالك، لكن المباراة كانت في ناحية واحدة. اتكلم عن النادي الاهلي بصراحة عجبني في بداية التشكيل، اتكلم عن كوكا جنب مروان وطاهر اللي بدأ بصراحة. طاهر خلاص، طاهر بعد ما النادي الأهلي كان بيفكر إنه يبيعه أو يعيره، لا طاهر ظهر بمستوى أفضل بكثير من بيرستاو اللي ممكن يكون حصلت إصابة لأنه طب يعني أفضل لاعب في النواحي الأمامية طاهر محمد طاهر. بقية اللعيبة لا ما ظهروش يعني بالمستوى بصراحة يعني لعيبة النادي الأهلي إذا اتكلمت عن إمام عاشور أو حسين الشحات أو وسام، لا ما ظهروش. ظهر يمكن يكون أفضلهم، ولكن الرعونة دي مشكلة كبيرة يعني إنك أنت ما تعرفش تهدف. هل أصبح في عقدة عموما أو العقدة اتفكت بالفوز المهم جدا. الكرة كانت رحيمة بالنادي الأهلي بصراحة يعني. هزيمة النادي الأهلي كانت هتقضي عليه وعلى البطولات القادمة. اتكلم عن مباريات صعبة بما فيهم يوم الثلاث. الزمالك ما معهوش حاجة على فكرة، الزمالك فريق تيم أكبر من الكونفدرالية، ماشي مع دوري، حتى الدوري ربما يحسم في نهاية السنة القادمة يعني، لأن النص الأول نظام مجموعات كده يعني، أول 9 فرق يلعبوا بعض طبعا أكيد يعني هيصعدوا التسعة. يعني الهزايم في الأول مش هتفرق. ف من وجهة نظري ان نادي الزمالك يعني فريقه كبير على البطولات اللي هيلعبها، اذا اتكلمت عن الكونفدرالية او البطولات المحلية يعني اللي في مصر. لكن النادي الاهلي لا، عنده بطولات مستجدة، عنده افريقيا دوري الابطال، عنده ماشي دوري الابطال. النادي الاهلي بالتيم ده ممكن ياخده بصراحة. لكن انتر كونتيننتال كاس العالم للانديه افرو اسيا، وبرضه مع فريق العين. فريق العين قوي جدا، عنده سفيان رحيمي سفاح سفاح. بقى نقدر نقول ان شيكابالا اهدى النادي الاهلي هذه البطوله، كان رحيم جدا بالنادي الاهلي لان شيكابالا ما بيلعبش ضربات ترجيح. لما يلعب كره ويضيعها بهذا الشكل، هو كان عايز ياخد اللقطه وعايز ينهي المباراه، لكن يعني ما كانت صعبه يعني صعبه، رجله ضعفت فالكرة اتلعبت بسهولة. مسلوسي برضو لعب لعبة سيئة، لعب لعبة أسوأ. يوسف أيمن مدافع النادي الأهلي لعب كرة يعني بشكل غريب جدا في إيد محمد عواد. رضا سليم برضو ضاع كورة كانت رجوع نادي الزمالك المباراة. أفضل ما في المباراة ضربات الترجيح. أسوأ حاجة إنك تلعب 120 دقيقة بدون، رغم الإصابة، رغم السيناريو بتاع المباراة، رغم التغير الأداء، لكن أصعب حاجة إنك تلعب 120 بدون أهداف. ده أفقد القمة إثارتها وقوتها. بالإضافة إلى إني الفترات اللي كان فيه الكرة رايحة جاية كده تنافس قوي كانت يعني مش كتيرة جو، مش فترات كبيرة، لكن تكلم 35 دقيقة اكتساح للنادي الأهلي. بعد كده الزمالك بدأ يدخل شوية كده في المباراة، والهدف اللي ألغي وكان تسلل. وبداية الشوط الثاني النادي الأهلي بدأ بعد كده الزمالك كان أفضل نسبيا. آخر الشوط الثاني لا، كان في اكتساح لنادي الزمالك وأضاع اهداف زي ما اضاع النادي الاهلي في بدايه المباراه. بعد كده الشوط الاضافيين كان يبدو كده ان الفريقين خايفين من الهزيمه، ويعني ضربات ترجيح ممكن تبقى حاسمه مع اجهاد كبير بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي استهلك بدنيا حقيقة يعني. مباراة صعبة 120 دقيقة هتأثر عليه في
مع العين يوم الثلاث، لكن النادي الأهلي المعنويات تستطيع إنها تفرق مع النادي الأهلي في هذه المباراة. معناته الفوز بالبطولة، ألف مبروك، أولى مستحقة للنادي الأهلي السوبر المصري. هارد لكن الزمالك أدى مباراة عالية جدا، وكان متواجد بقوة في أوقات في المباراة كان ممكن يحسم فيها، خصوصا في الشوط الثاني. شكرا.